تعال اسال اي زملكاوي كان متوقع ايه النهارده. والله يعني بنسبه، عشان ما احلفش بس يبقى حلفاني يعني ايه. مش حقيقي. 99% من الزملكاويه متوقعين اللي هيحصل النهارده، اللي هو حصل النهارده، والاهلي يكسب الزمالك. هنقول اسامي اسم الراجل اللي فايز بال 100 جنيه توقع صحيح في اخر الفيديو. انا مش هطول عليكم، انا هتكلم كلمتين صغيرين وهنروح على نقول اسم الفايز على طول. آه، الزمالك بدأ أول 10 دقايق ضاغط. الروح موجودة، اللياقة موجودة، التركيز موجود. بس كعادة الزمالك الماتشات اللي فاتت، الفينش كورتين، يا ضيع يا دباغ. انت او قبل ما تطلع وقبل ما تجيب ضربة الجزاء اللي انت عوضت بيها اللي انت عملته. الفينا عطاك واحدة انت والجون، انت سندت اسند، شيل الكورة من على الارض شوية. ارطف بعيدة جون انت والشناوي لوحدك قبل ما حد يضغط عليك. دي حاجه، تاني حاجه ناصر ماهر، الواد ادم كايد عطاك واحده 1 2. عارف اليابانيه يا جدعان؟ فاكرين اليابانيه؟ امبوما ورونالدو 1 2، فاكرين؟ رحت انت والجون، انت والشناوي 1 2، بقيت انت والشناوي مره واحده في البعيده جون اظبطها. والقريبه سهله، القريبه ده القريبه شارع. الشناوي حافظ ان انت هتحط في البعيده، الشناوي حافظ ان انت هتحط في البعيده. القريبه سهله ومفتوحه على البحري. الشناوي كان واقف غلط. ايه اللي انت نيلته وهببته ده النهارده؟ يعني انت غير ان انت من اول الماتش وانت نازل مهزوز، نازل مش مركز، الكوره عماله تتخبط في رجلك زي الزفت. يا جماعه والله العظيم النهارده يوم مش طبيعي للزمالك. التلاته اللي اي زملكاوي، وانا كنت واحد منهم، كنت براهن عليهم في ماتشات الاهلي والزمالك. ما هم بصوا يا جماعه، مين اللي كان بيفرق مع جوميز؟ جوميز مدرب على قد، ودي وجهه نظري لغايه دلوقتي بقولها. واللي كان بيفرق معاه في ماتشات الاهلي والزمالك هما اتنين، والتالت بيجي وراهم. ناصر ماهر وعبد الله السعيد. ودي فقع عليه ممكن زيزو شويه او دونجا، ممكن ماشي لو دونجا بيلعب بروح. النهارده ناصر ماهر وعبد الله السعيد لما وقعوا، انت عملت ايه؟ الزمالك عمل ايه؟ ولا حاجه. الزمالك ادعك النهارده اداء ولا اسوأ. مدرب رايح في 60 داهيه. قلنا كده من اول الموسم يا جماعه، ده ما عندوش، هو اصبر، اصل هو لسه ما اول الموسم، اصل حرام ما تحكمش يا جدعان. بيبان، والله العظيم بيبان. احنا مش بتوع لفت. المدرب اللي بيفهم، المدرب اللي عنده خطة، اللي عنده حاجة بيقدمها في الملعب بنشوفها، بيبان من الأول. امتى أقول اصبر عليه؟ لما يكون مش موفق، لما يكون التنفيذ أو الحاجة الخطة بتتنفذ، أو طريقة اللعب أو الاستحواذ أو أيا كان بيتنفذ، الكواليتي بتاعه ضعيف شوية بسبب إن أنت وأنت بتتفرج. لو كان لعيب تاني حريف غير ده كان قادر يعمل التنفيذ، ينفذ التعليمات صح، كان نفذ الكرة دي صح بكواليتي عالي. لكن ده مش موجود اصلا علشان اللي موجود ينفذه ولا ما ينفذهوش. لعب عشوائي. بعد انت عندك الناحيه الشمال بنتايج لوحده، يعتبر لوحده. ادم كايد ضعيف جدا في الالتحامات وفي الدفاع، ماشي. انت قاعد اعمى، او انت قاعد في حته تانية، او انت بتكابر. انت مفكر نفسك جوارديولا؟ باينه حته مش عيب، مش عيب ما تصلح من غلطك، مش عيب هتبقى هو العيب ان انت تصلح من غلطك. ان انت تتدخل وتغير حاجه انت تعملها غلط او تنقذ حاجه. ومش عيب لما تطلع بالفضيحه دي. قسما بالله لو الاهلي اللي عنده امام وزيزو موجودين وجراديشار في راس الحبه موجود، ده احنا كنا شلنا قبح النهارده. تخيل زيزو مكان محمد طاهر، هو اللي كان على اليمين بسرعته وبقوته وبدقه عرضياته، هو اللي كان بيلعب على بنتايج. ويعني وراه واحد ولا حال ولا قوه زي ادم قايد. طب ما احمد شريف يا عم. ادم قايد لعب اول نص ساعه كويس، ساعه كويس.
الحق بقى قبل ما يجي فيك الجون، قبل ما الجون ما يجي، الحق نزل نشط. الولد تعب، الولد تعبان جسمه يعني بدنيا وقع. حاله حال الزمالك كله. ما احمد شريف يا عم ثبت بنتايج، قول له اثبت، ما تطلعش، ما تطلعش يا بنتايج. وقفه وخلي احمد شريف يلعب وينج شمال، وينج باك، يروح لنص الملعب ويرجع يبقى باك شمال، وبنتايج يضم لجوه يقفل وراه. اللعب كله النهارده من ناحيه محمد هاني واسمه ايه ده، وكان طاهر محمد طاهر وحسين الشحات نزل كمل وجاب الجون. الزمالك كان مهتوك عرضه ناحيه الشمال. وانا عايز اعرف انت كفرير انت شايف ايه في ناصر منسي احسن من عمرو ناصر؟ بجد والله. وانا عايز اقول لك اقسم بالله العظيم لو الجزيري كان موجود وكان فورمه بتاعته، ولا كان او يعني مش فورمه، كان بيلعب وبياخد حتى لو 10 دقائق ربع ساعه الماتشات اللي فاتت، بس انت مدرب عندي والله كان نزل عمل فرق النهارده على الدفاع الاهلي. لان كان اللي بيركبنا على الاهلي حتى واحنا وحشين هو كان الجزيري. وكان كل ماتش يجيب فيهم جون واتنين، يا يعمل جون يا يعمل ضربه جزاء. مرعب، مقلق. يا اخي كنت نزله الشوط الثاني في الجونه واديله شويه في الملعب، وخليه النهارده معاك احتياطي بره، ما تلعبوش ما حدش قال خده اساسي. نزل حط عدايه الدباغ، بس لما تيجي تنزل نزل واحد زيه سريع وقوي ويمكن اقوى منه واسرع منه وواخد على الدربيات دي. والنهارده انت فين يا ناصر يا ماهر؟ فين عبد الله السعيد؟ الحاجات اللي احنا كنا الواحد حاطط امل عليه. وفين بزيره؟ يا نهار اسود، ده بزيره ده لوحده. انا كان كل املي وانا بتفرج على وانا مستني الماتش ده ان بزيره ده يمسك كوكا يشطفه، او ياسين مرعي، اي حد هيلعب عليه يمسكه يشطفه. فين بزيره النهارده؟ واحد على واحد مش عارف يعدي. ده انا هتجن. الباص وحش، التحرك وحش، كل حاجه النهارده وحشه في بزيره. وعبد الله السعيد مالك ضربات الجزاء شاط واحده من اسوأ ضربات جزائه. جه حسام عبد المجيد انقذه، والحكم وده لو حكم مصري ولا ومع الاخراج وبتاع ما كانش هيعيدها اصلا، عشان ما تتفرجش وتقول ان في لعب ويكون في شك. يبقوا بتفرجوا بقى عليها في السوشيال ميديا بعد الماتش ما يخلص والحكم يصفر، يبقى هاتوا فيديوهات وقطعوها وقصقصوها وقعدوا صيحوا على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى السوشيال ميديا كلها. يكون اللي حصل حصل واللي كان. جات لك من عند السما وحسام عبد المجيد حطها، وانت كنت كويس اول 10 دقايق. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الاهلي جز عليك وانت اللي اعطيته فرصه. الاهلي كل ما هيقع وخلاص الاهلي هيبقى اتقلب بمشاكل والدنيا تولع فيه بتنقذه وانت بتنشله. يعني زي مره في السوبر الافريقي انت كسبت، الدنيا كركبت في الاهلي، الدنيا ولعت في الاهلي، نزل جز عليك هو في ماتش السوبر المصري، وكنت هتكسب في السوبر المصري. لو كنت كسبت كان هيبقى موسم اسود على الاهلي. انت فوقته ورجعته للحياه من تاني وهديت المشاكل اللي جواه. يا جماعه ماتش الاهلي والزمالك مش بيقتصر على الملعب، ده بيقلب النادي. النادي الخسران بيولع من جوه. اتمنى من دلوقتي خطوه تصحيح مسار من جون ادوارد. الكارد اللي نادي الزمالك هياخده ويقدم عليه ياخده ويدي اللعيبه مستحقاتها، وفريرا ده ياخد مستحقاته ويمشي، وتجيب مدرب محترم يا تجيب مدرب مصري مع وينج شمال محترم يجي في يناير، وباك يمين محترم يجي مكان عمر جابر او بديل بالتبادل مع عمر جابر. 3 حاجات. انت فرقتك خلاص كامله 3 حاجات: وينج شمال محترم، باك يمين محترم، مدرب محترم. ولو مش عايز تعمل كل ده ومعكش فلوس قبل كل ده ادي اللعيبه مستحقاتها. عشان لعيب لا مؤاخذه زي شيكو بانزا لو كان بياخد فلوسه وكان بيتدلع في التمرين عشان كده المدرب بيستبعده، ومعنى هو بايده في القرار ده، يعني انا مختلف عليه فنيا بس بايده في القرار ده. لو كان اللعيب ده بياخد مستحقاته كانش يتدلع في التمرين. ما انت ما حدش بيديني فلوس هتعاقبني، هتخصم مني ايه؟ هتخصم مني حاجه انت ما تديهانيش اصلا.
وادي النتيجه في ماتش كبير زي ده. ما علينا. برافو عليك يا زمالك، فوقت الاهلي ورجعته للدوري، رجعته للحياه، وهديت المشاكل اللي فيه والصراعات اللي فيه من جوه، وخليته بقى فقلك، وهيجز على اي فرقه هيقابلها في الدوري، وهيجز عليك، وهيجز على اي فرقه في الدوري، وهياخد الدوري الاهلي بالمنظر اللي انت شفتوه النهارده. مش عايز حد زملكاوي يزعل مني. وجينا عند اللحظه الحاسمه. بص يا جماعه، هما اللي فازوا 3 بالنتيجه، توقعوا صح 3. هم 3 ورقات اهم، والله بلا كذب وبلا رياء وبلا اي حاجه. هختار واحده منهم، والله ما اعرفش مين اللي هختارها. ادي ال3 اهم. جميل. هنختار مين؟ ادي ال3 جنب بعض. هادي بادي كرومب زبادي شالوا حطوا كل علادي سيدي محمد البغدادي شالوا حطوا كله علادي. دي هنفتح دلوقتي نشوف مين. ايه القفله اللي انا قافلها دي؟ طب انا هصورها لكم وانا ماسك وانا ساند التليفون. ادينا بنفتح الورقه مع بعض اللي انا اخترتها. مبروك محمد هشام، والله بعرف مين ده. محمد هشام هو اللي كسب معانا في التوقع دوت. الف مبروك. هتواصل معاك بعد الفيديو، وان شاء الله هحول لك 100 جنيه انستا باي او فودافون كاش او اورنج ايا كان انت ايه. هتوصل لك 100 جنيه ان شاء الله بعد ما نخلص الفيديو. و ان شاء الله سلسله التوقعات مش هتخلص لغايه كده. كل اسبوع ان شاء الله هيبقى في ماتش للاهلي وماتش للزمالك. اللي هيتوقع نتيجه الماتشين صح 100 جنيه تانية. يعني تتوقع مثلا الاهلي بقى مثلا، يعني الاهلي هيلعب مع كهرباء الاسماعيليه مثلا، والزمالك هيلعب مع غزل المحله. قلت مثلا ايه، الاهلي هيكسب 1-0 تعادل 0-0، الزمالك مثلا هيكسب 2-0 تعادل 1-1، مش عارف ايه، الزمالك هيخسر الاهلي هيخسر، ايا كان هتقول نتيجه الماتشين زي ما قلتها النهارده كده في الفيديو. مين كسب ومين خسر وكام. هنعمل فيديو برضو، وهنعمل برضو ايه، هنطلع جايزه 100 جنيه برضو اللي يتوقع صحيح. من هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى تشيروا الفيديوهات وتشيروا القناه وتكسبوا على طول معانا، واتمنى تكون القناه عجباكم. السلام عليكم.